السلام عليكم على كل اخواتي. النهارده انا جاي بفكره مقلب جديده، فكره مقلب بوم. ديت ازازه ريحتها وحشه جدا. هروح احط منها وانا قاعد جنب بوسي واشوف رد فعلها. هشوف يعني هتقرف مني، هتعمل ايه؟ ربنا يستر. ساعتها هعرف بجد بوسي هتستحملني على كل اوضاعي ولا ايه الدنيا. خليكم معايا. انا المفروض دلوقتي اجيب بوسي هنا طب بالظبط دقيقه، وبعد كده هطلع اثبت التليفون بره علشان ايه متاخدش بالها ان انا مصور. فخليكم معايا. بوسي تعالي كده. كان في بتاع ده 20 جنيه وقع مني. 20 جنيه وقع منك؟ شوفيها كده ناحيه المرايه. خلاص ما اديها لك. شوفيها ناحيه المرايه. اديها لك وانا ادور عليها. شوفيها ناحيه المرايه. ودلوقتي انا قعدت يا جدعان بحط الريحه. تمام، الريحه ليها ريحتها وحشه قوي ديت، علشان اول ما بوسي تقعد هي مفعوله بالظبط هيحصل بعد 30 ثانيه او كده. فانا مستنيها دلوقتي تيجي علشان تشم الريحه واشوف رد فعلها. يا رد فعلها هتتقبلني بجد، يا هتتقرف مني وتقوم من جنبي والشغل دوت. فربنا يستر. بس المواعين على فكره. تغسل المواعين ليه؟ وليه؟ ماشي، انا عايزك تقعدي جنبي يا ستي. في حوار عايز اكلمك فيه ضروري. ايه؟ دلوقتي في حاجة جت على وانا عمال اقول في كلام ما يتفهمش اساسا علشان علشان تشم الريحه واشوف رد فعلها. فمش عارف اقول ايه بصراحه. راح سايباني وماشي. خدي انا هروح اكمل غسيل مواعين، مش هتضايق وقتي معاك. اقعدي بس، اقعدي. ايه ده؟ في ايه؟ رايح تحارب؟ في ايه؟ رايح تحارب؟ ليه يا حبيبتي؟ حمد انت مضايقني صح؟ بضايقك في ايه؟ نزل ايدك. طب ايه؟ طيب ايه القرف ده؟ القرف ده؟ عفانة دي على فكرة. عارفانا في ايه؟ لما انت عارف ان انت علقان ما حطيتش ليه مرفان. ريحتي وحشه؟ انا ريحتي وحشه؟ ما قلتلكش انت اللي جاي بتعملي كده اهو. وطبعا هي كده بدأت تشم في الريحة. تمام، وانا رشيت كمان شوية علشان ايه تشم اكتر، وعمال اقول اي كلام برضو عشان مش عارف اقول ايه. حبيبتي ده طبيعي بجد، هي دي ريحتك؟ ده طبيعي؟ دي ريحة طبيعي؟ ايه ده؟ في ايه؟ في ايه؟ ايه ده؟ وطبعا هي صدمتني باللي عملته دوت، عشان ما كنتش متخيل ان هي ممكن تقوم من جنبي وتقول ايه الريحه ديت والشغل ده. بس انا اتضايقت واتخنقت بصراحه، حتى تلاقوني وشي زعل وصوت للكاميرا وزعلان. مش عارف، اتضايقت جدا. عبدو بجد، عبدو ايه؟ خش استحمى. مش هتتحمل؟ ادخل استحمى. هو انت متضايق؟ الصراحه دلوقتي كنت عايز اقول لها ان انا بعمل فيكي مقلب وعشان الصراحه اتقفلت واتخنقت، بس لا قلت ايه القرف ده؟ يعني انت حتى مش قادره تقعدي جنبي؟ لا بجد ريحة فظيعة قوي. ايه ده يا عم ده؟ ده مستحيل يكون ريحة عرق ده. ايه؟ تعالى هنا. قوم ادخل الحمام. قوم ادخل الحمام يا عبدو. ايه القرف ده؟ قوم. والله محسساني ان انا شخيت على نفسي او حد شخ عليا. قوم جري التيشيرت ده. سعيد ماشي هروح اغسل مواعين. تكون انت روحي اتفضلي اغسلي المواعين. انت عملت القرف ده. روحي اغسلي المواعين. وبعدين انت فاتح القميص ليه كده؟ يلا روحي اغسلي المواعين. ماشي اقفل القميص ده. اقفل القميص بقولك. قومي اغسلي المواعين يلا انت بصالي. لا الريحة لسه موجودة. انا قلت ان انت لما تقفل القميص الريحة هتكون راحت. ايه القرف ده؟ انا حرفيا زعلت بجد، زعلت قوي 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 قوي، وكنت عايز اقوم امشي. قلبي وجعني،
قلبي وجعني من رد فعلها. انا كنت فاكر هتقول لي تقعد جنبي وتقول لي عبدو ريحتك مش كويسه وكده، بس لا، رد فعلها صدمني بجد. المعطر اللي كان هنا راح فين؟ كان في معطر هنا. طبعا انا عارف ومتاكد ان هي رايحه تجيب المعطر علشان عايزه ترش عليها وتتروشن بقى والشغل دوت. ديت حاجه زعلتني اكتر. وعشان ارخم عليها اكتر خدت برضو الريحه الوحشه ديت وقعدت ارش على نفسي تاني، علشان هي المفعول بتاعها بيروح بعد فتره قصيره، ورحت رحبته تاني. لو بوسي فضلت على الحال دوت انا هسيبها بجد. وراحت كمان تشتكي لاختها تقول لها الصاوي جايلي وريحته وحشه وانا مش طايقه الريحه وايه القرف دوت. مش عارفه ايه الريحه المعفنه دي قلبت الشقه. بصي استنى يا عم. وزي ما قلت لكم هتتروشن دلوقتي وترش عليا. انا عارف ان هي هتعمل كده. ومسكت الريحه الوحشه ورشيت مكان ما هي هتقعد علشان انا كمان هتروشن عليها. مش طبيعي. انت بتقولي لي ده مني صح؟ انا هقوم وانت تشوف الريحه بنفسك. الريحه لسه موجوده عندك ولا لا؟ لسه مش هي على الصبح على فكره، مفيش روايح. الريحه منك انت يا عبدو. طب انت قاعده دلوقتي مش في ريحه؟ لا، في ميكس المعطر مع الريحه عاملين ريحه وحشه قوي. بصي صلي على النبي. كلامها وجعني وكان لازم اقول لها ان انا بعمل فيكي مقلب علشان اريح نفسي من وجع الدماغ. عبدو انت مقرف قوي بجد. قرف ده حبيبتي. سيبي ده بس كده كده الريحه اوعى كمان 5 دقايق. ملمسنيش. الريحه دي كلها هتروح كمان 5 دقايق بس لوحدها. ديت الريحه اللي انا كنت حاطط منها، بس دي ريحه. وانت بتحط القرف ده ليه؟ في حد يحط ريحه معفنه زي دي؟ انت شايف شكلها اصلا عامل ازاي؟ ما انا كنت بحطها عشان كنت عايز اشوف ردك يكون عامل ازاي. ماشي يا عبدو، ما انت ريحه مقرفه قوي وانت عايز تقرفني ليه؟ طب انا بحط ريحه برفان حلو فيه. تعملي معامله احلى من كده. ساعات ببقى ماشي معاك وبقى ريحتك تقرف الكلب الاعور. على فكره انت كداب، انت عمرك ما شمتني ريحه. وببقى عادي ماشي معاكي عادي. طب عمرك ما شمتني. ماشي، وتحط ايه الكلام ده؟ احط ليه؟ عشان انا بصور. دلوقتي طبعا سكتت عشان عرفت ان هي غلطت كتير قوي في حقي وبتفكر في حاجه علشان تصالحني بيها. تقابليني حتى وانا ريحتي معفنه وكده والدنيا بايظه معايا. ريحتك ايه؟ دي مش ريحه طبيعي، ده مش عرق، دي مش عرق. حاسه ان هي ريحه مجاري صح؟ لا، ده كأن ريحه فئران ميته. طب بصي يا حبيبتي، كان المفروض انت ازاي تمسكها اساسا؟ كان المفروض لو انت فعلا بتحبيني تقولي لي عبد الرحمن بيقول كلام رقيق. انا بقول لك مش ريحه عرق. دي مش ريحه عرق. ايه القرف ده؟ عبدو انا ما بقرش منك، انت عارف ده كويس، بس دي مش ريحه عرق، دي ريحه معفنه فعلا. كأن انا دخلت شديد الصابون في الحمام مرتين. انا دخلت الحمام شديد الصابون مرتين. دي مش ريحه عرق، ده مش ريحه طبيعيه دي. ماشي يا جماعه، انا هنهي الفيديو دلوقتي. شيل بس البتاعه دي من على الكرسي عشان ما تخليش ريحته وحشه، وشوف هتكبها ولا هترميها. لو كبيتها ما ترميهاش في الحمام. دلوقتي على كده باخدها معاك في الشارع وانت ماشي. وكنت عايز مش عارف افرحكم ولا سلام. في ايه؟ عبدو على فكره ما قصدتش. تعالى طيب، تعالى ما تنسيش الفيديو. يا جماعه بصي دلوقتي عايزه تقولي حاجه عشان انا كنت هاخد بعضي وامشي. قولي اللي انت عايزه تقوليها يا بوسي. يا جماعه هو انا الفيديو مطلعني وحشه في اخر الفيديو. انا على فكره ما اقصدش والله، بس ده لو ريحه عرق مش ريحه عرق والله. عارفين انتوا ريحه مش مجاري، لا اوحش من مجاري.
اللي بيحب حد بيستحمله يا بوسي. لا كأنكم انتوا اللي بيحب حد بيستحمله يا بوسي على كل اوضاعه وانت مستحمله. ماشي استحملك لو انت مثلا عرقانه اقول لك مش هتكلم عادي. بوسي كلنا بنعرق. بوسي اعترفي ان انت كنت وحشه معايا. لا انا ما كنتش وحشه معاك. كنت وحشه معايا يا بوسي. لا ما كنتش وحشه معاك. كنت وحشه معايا صلى على النبي صلى على النبي. كنت وحشه معايا وخلاص. ده انت جماعة حتى يا شيخه، ده انت حتى يا شيخه ما كنتش حابه ان انت تقعدي جنبي. كان على الاقل تقعدي جنبي تستحملي دقيقه دقيقتين تكلميني بطريقه حلوه تقولي لي يا عبدو ما يا عم الريحه مش قادره استحملها يا جماعه. ريحه فظيعه. انتوا بجد الريحه مش هتستوعبوها. انا دخلت دقيقتين جوه فضلت ادور على ده من كتر الريحه مش قادره. اخواتي لو حد مكاننا او حد يعني مكاني دلوقتي ايه رد فعله؟ لا يا عم انت ما طلعنيش وحشه. لا انت وحشه. لا انت كده مطلعني وحشه في الفيديو ليه؟ لا انت وحشه عشان المفروض تستحمليني يا بوسي وانت ما استحملتنيش. لا على فكره والله العظيم كل الناس عارفه ان انا بستحملك، بس دي مش ريحه عرق والله، دي ريحه معفنه. ريحه معفنه وبعدين خلاص حقك عليا. ثانيه بس، مش دي ريحه معفنه؟ لا 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 بلاش اللون ده. شمي ريحتك بقى. شمي ريحتك. يلا يا جدعان نهني الفيديو الجميل دوت. بلاش عفانه بقى، بلاش عفانه. بلاش عفانه. اخواتي يعني الفيديو دوت بحاجه كده حلوه. حقك عليا يا عبد. يا جماعه والله العظيم ما كانش قصدي اجرحه، بس هو الريحه معفنه قوي. انت ريحتك معفنه لغايه دلوقتي. ريحه البتاع لسه فيك. انا ماشي. عملت ريحه. طب مامتك ذنبها لما تيجي تغسل القميص. ماشي. استنى اعملوا لايك. تعالى اعملوا لايك. ماشي. اقسم بالله انا مش عارف اعمل مع البيت ده ايه. تعالى استنى الاسانسير. تعالى ادخل كده جوه. ادخل. تعالى ادخل جوه. ادخل. ينفع كده؟ ينفع قلة الذوق دي؟ يعني انت جاي تقعد معايا تقوم انت اخد بعضك وماشي؟ ده عشان حق عليا ناس. لا زعلان. حق عليا يا حبيبي انا اسفه. هعرف انت عملت ايه في الفيديو على فكره. جماعة اعملوا لايك للفيديو، اعملوا سبسكرايب وقولوا لعبدو ما يزعلش مني عشان انا والله العظيم ما كانش قصدي. الريحة بجد كانت وحشة قوي. ماشي يا بوسي حصل خير. احلى اخوات في الدنيا. باي.